بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بالنسبة لهذا النهار كان واحد الحدث كبير، ونشكروا كاع الناس اللي نظموا هذا الحدث في دار الثقافة. هذه فرصة أنه باش يحيوا دار الثقافة تبقى خدامة، وكان واحد الجو عائلي. والفرحة الكبيرة أنه المنتخب الوطني المغربي فاز فوز 1-0، ونتمنوا إن شاء الله النهائي، ولما لا الكاس يبقى هنا في المغرب، وديما مغرب ديما مغرب. الجو ديال المباراه خلال دار الثقافه كان واحد الجو عائلي في دار الثقافه داخليا، والامور كانت مزيانه وايجابيه، والتنظيم نشكروا كاع الناس اللي نظموا، كان التنظيم في احسن اجواء. مغرب وحنا فرحانين بالفوز ديال المغرب، وان شاء الله المقابله الجايه ان شاء الله يا ربي، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بغيت نقول على الماتش ديال اليوم بلي كانت اون فيكتوار مزيانه من المنتخب ديال المغرب. تحياتي للمغرب والفرقه ديالتها، لعبوا مزيانين ولعبوا نقاد، وان شاء الله نربحوا هذه الكاس الافريقيه ونربحوا كاس العالم ان شاء الله. السلام عليكم. يعني كتشكر شركه التنميه المحليه مرافق بركان، المجلس البلدي، المجلس الاقليمي التقديم ديالهم هذا اللقاء الجماهيري ديال مدينه بركان. وهذه فرصه انه هنا في دار الثقافه باش انه يتلاقاو مجموعه ديال الناس اللي في الشان الثقافي، الجمع الفاعلين الجمعويين، وباش نعيشوا اللحظه كاملين في هذا المونديال ولا كاس افريقيا اللي ينظم عندنا هنا في المغرب. نتمنوا التوفيق للمنتخب الوطني، ونتمنوا ان شاء الله الكاس يكون مغربي ان شاء الله. هذا هو التوفيق ان شاء الله. كيفاش شفت المباراه في دار الثقافه؟ زعما صراحه هي فرجه كانت مزيانه مع دار الثقافه، كتفتح لنا الفضاء اننا كلشي يقدر يتمتع بالجو ديالو، مع الكراسي مستفين بواحد الطريقه. كاين بعض الحوايج في دار الثقافه يعني كان خصهم ياخذوهم بعين الاعتبار يعني في المقاعد، ولكن على كل حال مع التنظيم، مع الناس الاخوان الجمعويين اللي كانوا واقفين واللي عندهم اتجاه التجربه، قدروا انهم يفوتوا على رغم. ونتمنوا تكون دائما بحال هذه المناسبات اللي كيحضروا فيها مجموعه ديال الجمعويين المثقفين، الناس اللي كتخدم بالشان ديال المدينه، والناس اللي كتبغي ديما تحتفل بالانجازات ديال المنتخب الوطني. وبطبيعه الحال بحال هذا الانجاز هذا اللي حنا كنشوفوا التاهل ديالهم، نتمنوا ان شاء الله نشوفوهم في الفينال، والكاس ان شاء الله يكون مغربي ان شاء الله.